النهارده في ابريل 2016 يتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في رابع تفريط في ارض الوطن فقط ليعيش سارق الوطن وعصابته. بالله عليك حكم قلبك وعقلك، حكم ضميرك. اذا لم يكن التفريط في ارض الوطن خيانة، فبماذا تعرف الخيانة؟ لأننا ببساطة مؤمنين بالوطن وبأرض الوطن، والأرض عرض، الأرض عرض من غير حكم محكمة. والدفء مع الصهيونية والتفريط في الأرض المصرية بقوا نموذج للخيانة الوطنية. ما كناش مستنيين الحكم يا مصر عشان نقول إن اللي فرط في أرضه خاين وعميل. وعلى فكرة بقت النهاردة بحكم المحكمة خاين برخصة. النهارده محكمة القضاء الإداري أكدت للمرة الثانية أن تيران وصنافير مصرية. يبقى أنه في الدول وفي أشباه الدول وفي القبائل يحاكم بالخيانة كل من سهل ودلس للاستيلاء على الأرض، أي أرض. ومن نطالبهم بالمحاكمة بالخيانة في هذه المقدمة: 1. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، علي عبد العال رئيس مجلس الشعب. طالما سئلت يعني ايه الله غالب وجاوبت عليها عشرات المرات، النهارده بقى عرفت يعني ايه الله غالب على امره. يعني عصابة الخونة تمارس أحقر الضغوط على مجلس الدولة في الأسبوعين الأخيرين، حبس وتنكيل وفضايح ورشاوى وابتزاز، ضغوط وصلت لحد القتل. ومع هذا تيران وصنافير مصرية بحكم نهائي. عرفت يعني إيه الله غالب؟ يعني مكر إلهي يسخر للنطق بالحكم المستشار أحمد الشاذلي سليل عائلة الشاذلي، والذي ينتمي إليها الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وواضع خطة حرب أكتوبر. عرفت يعني إيه الله غالب؟ عرفت يعني إيه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ يعني عصابة الخونة لما تختار حد ينقذ البلاد اقتصاديا تختار طارق عامر قريب عبد الحكيم عامر شريك عبد الناصر في أكبر نكبة عربية في التاريخ الحديث، وها هو طارق عامر يرتبط اسمه بغرق هذه البلاد اقتصاديا، في حين يسخر الله للحكم التاريخي أحمد الشاذلي قريب سعد الشاذلي واللي النظام حبسه واتهمه بالخيانة وبرأه الله. الشاذلي اللي كتب أنا واثق أن مصر سوف تكرمني في يوم من الأيام بعد أن تعرف حقائق وأسرار حرب أكتوبر. وها هو اسم الشاذلي يعود مجددا ليرتبط بعرض مصر تيران وصنافير. زي بالظبط التاريخ ما حط بطرس غالي واحمد فتحي زغلول باشا وابراهيم الهلباوي باشا اقدار محكمة دنشواي في احقر موقع في مزبلة التاريخ. عرفت انك ما تعممش وان هذه البلد ما زال فيها العديد من الشرفاء، لكن وسخة الخونة وريحتهم مغطية على كل حاجة. التاريخ سيكتب بحروف من نور أسماء كل من قاوم ورفض وناضل مكافحا التفريط في العرض أيما كان الخونة سيفعلونه من بعد ذلك. تذكر كلما ازداد الواقع سوءا أرسل ربك ومضة نور ليثبت قلوب مؤمنة بالحرية والكرامة. تيران وصنافير مصرية، عاشت مصر حرة مستقلة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب وأشوفكم بعد الفاصل.